اللي زي حالاتي كده ممكن انتقد الاهلي وانتقد الزمالك واقول ضربه جزاء على الاهلي وضربه جزاء على الزمالك، لكن مثلا مش في وقت امام عاشور ما راحش يسلم على كابتن طارق سليمان فاقعد ادافع عنه يا كابتن ابراهيم. مش معنى ان انت اعلامي واصبحت تنتمي للنادي الاهلي بعد ما كنت زملكاوي فتطلع طول الوقت تمدح في مجلس اداره الاهلي ولاعيبه الاهلي وما تقولش كلمه واحده نقد على الاهلي ويكون برنامجك كله نقد للزمالك، يبقى انت كده مش اعلامي. انت اعلامي في قناه النادي الاهلي بقى، يعني قناه فئويه مش قناه عامه يعني. فإيقافه تم بناء على شكوى رسمية تقدم بها مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب تطاوله واتهامه للاعيبة الزمالك بالهروب واتهامه لكابتن الفريق شيكابالا. خدوا بالكم بس كلمة أخيرة، هو بيطالب شيكابالا بالاعتزال. كابتن إبراهيم سعيد في آخر أيامه كان مستواه باعد واعتزل فعلا، ثم قرر العوده من الاعتزال وكلم ميدو في ذاك الوقت، كان هو المدير الفني لنادي الزمالك، وقال له ميدو والنبي اختبروني اسبوعين انا عايز ارجع العب كوره تاني. فميدو وافق ونزل فعلا لمده 10 ايام عشان يتمرن مع نادي الزمالك عشان عايز يرجع بعد اعتزاله. فتخيل انت بتسمح لنفسك ان انت ترجع بعد اعتزالك وزعلان ان شيكابالا لم يعتزل حتى الان. يا اخي حاجه غريبه جدا والله. حد فكرني رجل المباراه. مين بيختار راجل المباراه يا جماعه؟ ما تعرفش يعني بيتم تعيين، هل هو مراقب المباراه اللي بيختار رجل المباراه؟ يعني مين اللي بيجي؟ يعني اصل انت لازم لما يكون في ماتشات لازم كل مثلا لو في 9 ماتشات 4 و4 تاني يوم، فكل ماتش ليه واحد. ما ينفعش واحد يختار رجل المباراه وهو قاعد في البيت، فلازم تحضر المباراه. نمره 2، لازم تشوف لنهايه المباراه وبعد كده تختار. ما ينفعش هو انت واحنا في حفله عايزين نختار قبلها بربع ساعه. نمره 3 والاهم، قفشه قال الكلام دوت. قفشه قال انا بفاجئ ان في لعيبه، يعني فعلا قفشه اقسم بالله العظيم لم افهم ازاي قفشه ما خدش مان اوف ذا ماتش في مباراة نهائي كاس مصر في اقيمت في المملكة العربية السعودية. واحد نزل ونتيجة 0-0 وامام عاشور لعب 90 دقيقة وحش وميس باس وحاجة فجأة رقص وراح عمل عرضية لواحد راح حاططها خبطت في قصبة رجله ودخلت. بعديها راح واخد امام عاشور راح لعب الكرة بالعرض، راح قفشه حاططها وركنها بكل اقتدار. بعد ما نزل غير من شكل النادي الاهلي بعد ما كان الزمالك هو المسيطر، فطبيعي ان قفشه هو اللي ياخد مان اوف ذا ماتش. امبارح عبد الله السعيد، رمضان بيكهام طول الماتش وحش وعمال يعمل فاولات وفاولات ضد زيلز وبتاع، في كورنر طلع حط كرة جون. عبد الله السعيد الكرة جت ومن بره ال 18 جون، عرضيه صاروخيه لابراهيم انضاي حطها جون. مين مان اوف ذا ماتش؟ عبد الله السعيد ولا رمضان بيكهام اللي طلع في كورنر؟ يعني وبعد كده هو مدافع، فرقه الزمالك جابت جونين. طبعا فكر غريب. بصيط في امام عاشور وبقلل من عبد الله السعيد العجوز. يعني عبد الله السعيد العجوز كان هو الشاب امبارح في مباراه الزمالك. ونمره 2، عايز اقول حاجه مهمه كمان عشان الزمالك فقد لعيب مهم جدا زي احمد حمدي، لعيب عنده حلول ولعيب كان من اهم الصفقات اللي اتعملت مع ناصر ماهر. حتى ناصر امبارح ماهر اصيب في بدايه اللقاء، سيف الجزيري كان غايب عشان الاصابه، فتوح، يعني الزمالك عنده مشاكل ورغم كده بيحاول ويكسب. مبدئيا كده هنقول كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك يا رب علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية. خناقة جديدة في الوسط الرياضي وحوار جديد من غير أي حوار أصلا، أنا مش فاهم في إيه والله. خالد الغندور معترض وبشدة وبشدة على إعلان فيلم ولاد رزق اللي ظهر فيه القاضية محمد مجدي قفشة ومستر كولر وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم. معرفش ليه الزملكاويه شايفين ان ده قصف جبهه ليهم، انا مش فاهم يا جدعان. هي القضيه ممكن دي مش دي حقيقه يعني مش ده حصل ولا ما حصلش؟ ما احنا عشان نبقى فاهمين بس، ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا، حصل. كان في ماتش بين النادي الاهلي ونادي الزمالك نهائي القرن كان بيقولوا عليه كده، ومحمد مجدي قفشه جاب جول في اللحظات الحاسمه، و... والاستاذ عصام الشوال المعلق الكبير العظيم التونسي قال عليها القضيه ممكن، ومن ساعتها وهي بقت القضيه ممكن. طيب القضيه ممكن لو تركزوا بس كده ما استغلتش خالص، محدش استغلها خالص في اي حاجه.
فجيت دور على تركي آل الشيخ ان هو يستخدمها في اعلان فيلم ولاد رزق، وبصراحه كان اعلان جميل جدا جدا جدا. مش فاهم ليه بقى انتوا يعني ايه الدنيا معاكم كانت بايظه كده، يعني انتوا ليه كنتوا متخيلين ان الموضوع هيتنسي مثلا؟ مش هيتنسي ابدا، ده ماتش تاريخي والله، وهنفضل فاكرين القضيه ممكن سواء بالاعلان ده او من غيره يعني. يا جدعان صلوا على النبي كده واستهدوا بالله، الموضوع ما فيهوش موضوع اصلا، صلوا على النبي.